بقالي اسبوع يا اسطى وربنا كل يوم بصحى حلم ان الموبايل ده مكسور. انا اسف يا اسطى، انا اسف. حسبي الله ونعم الوكيل. جايب فوتوغرافر يصور كسر لي الموبايل، كان هيكسره لي. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات رمضان. النهارده بقى يا معلم، طبعا انتوا عارفين ان بعد الفطار كده ايه، بتبقى ماشي بتلقط لك بسكوتايه من هنا على حلاوه من هنا، اي حاجه في وشك بتاخدها كده بتلقطها. فانا قررت ان انا هعمل لكم جيلي كولا في البيت. ازاي بقى؟ هتنجح معايا ازاي ولا هتنجح اصلا ولا لا معرفش، فاحنا هنشوف مع بعضينا ويلا بينا نخش في الحوار ده على طول. اول حاجه بقى يا باشا معانا ايه؟ الكولا او البيبسي على حسب انت بتحب ايه، بس انا قلت اجيبها كولا بقى بما اسمها جيلي كولا وبتاع، فايه شغل الشغل كده. هننزل بربع كوبايه من الكولا. هو المفروض اصلا كنت اعملها من بدري عشان الصودا دي المفروض تبقى مش موجوده، بس قلت خلي المصداقيه اهم من المسؤوليه. وانزل على ربع كوبايه الكولا بمعلقتين ونص من الجيلاتين، يعني ادي معلقه 2.5، واقلب دول مع بعض كده. وده كده شكلها بعد ما قلبناها. دلوقتي هنركنها على جنب ونوريكم باقي الخطوات بقى في المطبخ. في الطاسه بتاعتنا هننزل بنص كوبايه من الكولا، كده معانا نص كوبايه. ولع بقى النار عليها كده، نار يعني هاديه شويه. وهننزل عليهم بمعلقه كبيره من عسل الجلوكوز، ولو مفيش بدله بمعلقتين عسل نحل عادي جدا. معلقه كبيره. وانزل عليه بقى معلقه سكر. ايه ده ولا ايه؟ قلب بقى كده يا باشا الكلام ده كله. اول لما الكولا تبدا تغلي معانا كده، هننزل بقى اللي احنا عملناه ده، شويه الكولا على الجيلاتين مسكوا مع بعض كده زي ما انتم شايفين. وانزل يا معلم وسيبهم مع بعض على النار كده لمده دقيقتين، وطبعا مع التقليب. وده شكلها كده بعد ما سيبناها مده دقيقتين على النار. سيبك من الرغاوه دي، كده هتروح مع نفسها. فدلوقتي هنسيبها تبرد 5 دقايق كده، ونيجي نوريكم بنشكلها ازاي. بعد ما سيبناها تبرد 5 دقايق، هنحطها بقى في القوالب السيليكون دي، عشان ما عندناش القوالب بتاعت اللي هي الشوكولاته والجيلي كولا والكلام ده. فاحنا قلنا نتعامل كده ايه، اي حاجه عندك تنفع تحط فيها ان شاء الله في ازازه حط. احنا ناخد دي كده وعندي هنا، لا كده بتنفع. انا حاسس ان انا بفكك قنبله وهتفرقع فيا بعد شويه، انا بعملها بتركيز عالي قوي. وده شكلها بعد ما عملناهم في القوالب دي. هنسيبها بقى ربع ساعه او تلت ساعه في الفريزر كده على حسب ما تمسك نفسها، ونرجع لكم تاني. طب ورجعنا بقى بعد ربع ساعه في الفريزر، وصلوا للشكل دوت والقوام ده. فاحنا هنشوف مع بعض دلوقتي. طلع كده اول حته، طلع كده يا لهوي. بصوا بتطلع معانا ازاي كده في الحلقه. هو ليه دايما بتاع بيكا بيحب يقدم هنا؟ نفسه هفعل جيلي كولا يا لهوي. طب هي جيلي كولا يا عم. بص هي بجد. يلا بسرعه الحق بسرعه. هو بيشاور عقله بس، خلاص المايك فصل منه. وحشه. ناقص سكر. خد دوق. انا شكلها جيلي كولا عادي خالص، وريحتها كولا. لكن سبحانه. طب وحياة ربنا طعمها كولا عادي. طعمها مش مستطعمه ليه؟ انا حاسس ان طعمها وحش. والله العظيم طعمها جميل، انا مش فاهم انت معتوه. طب يا جماعه، وده هو بقى اللي بنقول عليه اختلاف الاذواق. يعني انا الصراحه دقتها اتقفلت منها، حسيت طعمها وحش قوي. والبغل اللي ورا الكاميرا دوت اخدها راح شفطها كده وبيقول لي جامده جدا. هو في ايه؟ انتوا جايبيني هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ فانت حلال عليك دول بقى يا معلم. انا مش عارف طعمها جيلي كولا بجد، انا مش فاهم. لا، حاسس ان فيها حاجه غلط. ممكن كانت محتاجه مكسبه نكهه كولا، بس هي كقوام وشكل هي فعلا جيلي كولا. وطعم الكولا فيها برضو باين، بس لو زودت سكر سيكه كده يبقى جامد. انا كل اللي عاجبني فيها بص انها بتلعب معايا ازاي، وتشكلها حلو في القالب. بتاع في البق كده النعمه جامده. الف هنا، اتفضل. عن جد طعمها مهلبيه. امال انا مش حاسسها وشامم فيها طعم ريحه غريبه. جميله والله العظيم. ما انا مش مستطعمها انا. بس يا هبل. وبس كده يا جماعه، فيديو النهارده يكون خلص. اتمنى الفيديو ده يكون عجبكم. لو الفيديو عجبك ما تنساش تنزل تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل هبده جديده مننا. وكالعاده لو انت عندك افتكاسه جديده، هبده، تجربه فاشله وعايز تعملها وخايف تولع في نفسك وفي بيتك، انزل سيبها لي تحت في الكومنتس او ابعت لي على الانستا، هسيب لك اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن برده. وانا هولع في نفسي وفي بيتي وفي هذا الكائن اللي ورا الكاميرا سيدوني عشان خاطرك انت. ونشوفكم الفيديو الجاي. سلام.